صوت هوت إليه أفئدة المريدين. الإمام العبقري العملاق وصل إلى مرحلة من النضج صار بعدها مؤثرا في كل مكان نزل فيه. إحنا بقى صبغة الله، ابتكر نوعا من ثم الأداء يقول بقى أستطيع أن أسميه مصاحة الأداء. تعبيرات الوش، تعبيرات الإيدين، الإيماءات. الحمد لله رب العالمين. لما كان يطلب منه التسجيل، فإذا بدأ التسجيل لا يحتاج للأكسجين، وده مسألة غريبة. قال قصيدة ضد الملك اتحاكم فيها وحبس. فانتفض الشيخ شعراوي وقال له: إن الأزهر الشريف لا يخرج كلابا، ولكنه يخرج دعاة أفاضل وعلماء أجلاء. في 15 من أبريل من عام 1911 في قرية دقدوس بمحافظة الدقهلية شرقي دلتا النيل في مصر، ولأسرة بسيطة تعيش على أطراف القرية، كان الموعد مع ميلاد ذاك الصوت الذي عشقته الجموع على امتداد ما ترددت كلمة التوحيد. صوت هوت إليه أفئدة المريدين، وترددت كلماته في أنحاء عالم إسلامي عرفه عالما ومفسرا وداعية، تماما وكما كانت الرؤيا في يوم الميلاد. يوم ولادته كان لها قصة، إن كان والده دايما وخاله يروحوا يصلوا الفجر في المسجد بتاع القرية، فوالده شاف في المنام كتكوت فصيح على المنبر بتاع المسجد بيؤذن ويخطب. ففسرها الرجل له إن ابنك إن شاء الله يكون له شأن ويصعد المنبر أمام الناس كلها. داعبت الرؤيا طموح الأب منذ اللحظة الأولى لقدوم ابنه إلى الدنيا، ونبأته فطرة نقية ونابهة بأن طريق العلم هو ذاك الطريق الذي يجب على الابن أن يسلك. أب وإن لم يكن متعلما إلا أنه ترك في حياة ابنه بالغ الأثر، حتى إن الشيخ الشعراوي كان دائم الترديد بأنه قد أخذ من والده غالب علم الحياة وثقافتها. كان من أهم أسباب التكوين في حياة الإمام الشيخ الشعراوي رحمه الله أن والده وهو الرجل الأمي الفلاح البسيط تعلقت همته تعلقا بالغا بأن ينشأ ابنه عالما أزهريا. الوالد كان يهتم بالزراعة، مسطور الحال، غير ماهوش ثري، أحبه الناس، وكان لديه حكمة فطرية ونوع من اللي احنا بنقول عليه سرعة البديهة والأفشى عند اللزوم، يعني صاحب نكتة كما توارثها الشيخ نفسه. الشيخ شعراوي تأثر بوالده تأثر كبير، رغم ان والد الشيخ الشعراوي ما كانش على الدرجة الكبيرة بتاعة العلم المكتسب، إلا إن كان دايما يصاحب العلماء ويصاحب المشايخ ويصاحب الشعراء، وكان أمله ونفسه إن هو يكون ابنه يكون عالم ويكون شيخ أزهري. أصر إصرارا بالغا على أن ينتظم ابنه في صفوف الدراسة الأزهرية، أكرهه إكراها على أن يحفظ القرآن الكريم رغم التأبي والتفلت من سيدنا الشيخ محمد متولي الشعراوي في صغره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن. إلى كتاب الشيخ عبد المجيد اصطحب الوالد ابنه ليتعلم القراءة والكتابة وليحفظ القرآن الكريم. طلب الأب من شيخ الكتاب أن يغلظ على ابنه حتى يتم حفظ كتاب الله، وما أن أتم الشعراوي 10 من عمره حتى كان قد أكمل حفظ القرآن كاملا. الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. كانت هذه هي عادة أهل الريف، أن ابنهم يكون في الكتاب يتعلم القرآن الكريم وبعض الأحاديث النبوية والحساب والكتابة، فيكون مؤهلا لدخول الحياة حتى لو لم يكن له نصيب في التعليم العام.
كان والده يقول له: إذا حفظت قصيدة من شعر شوقي لك عندي 5 قروش على كل قصيدة تحفظها من شعر أحمد شوقي الذي كان ينشر في كبريات الجرائد المصرية في ذلك الوقت. كان والده رحمه الله رجلا صاحب بصيرة، وكان رجلا صالحا، وبنيته وبهمته الشريفة تشكل هذا الإمام العبقري العملاق سيدنا الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله. صمم الوالد أن يمضي بالابن إلى حيث كانت رؤيا يوم الميلاد، إلى حيث الأزهر الشريف، لكن ذاك لم يصادف هوى في نفس ابن أراد البقاء بجوار أبيه ليساعده في الزراعة. كان على الأب أن يخترع الحيل لإبعاد ابنه عن الحقل، فكان يخرب الساقية متعمدا ليشيع أن وجود ابنه في الحقل يجلب الشؤم. وما أن أتم شعراوي عامه 15 حتى اقتاده الوالد إلى معهد الزقازيق وسط محاولات متكررة من الابن للتهرب بشتى السبل. كان الشيخ شعراوي مش عايز يخش الأزهر بأي طريقة، إلى حد إن هو في الاختبار الشخصي حط في عينيه مادة كاوية عشان خاطر يبقى نظره ضعيف جدا. حط شطة في عينيه عشان تبان ان هو عينيه حمراء ولما يكشفوا عليه ما يقبلوهوش. واكتشف الحكاية ديت الشيخ اللي يمتحنه، إلى حد إن هو قال له لما كشف الحكاية له: لا أنت ناجح يا ابن كذا. اتفق مع بائع الكتب قبلها إنه إذا أحضرت والدي وأتيت ما هذه الكتب الكبيرة الموجودة على الأرفف، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد في 15 مجلد تنزله، وما أدري إيش من الكتب تحضره. فلما أن ذهب معه والده إلى محل شراء الكتب قال الشيخ الشعراوي لبائع الكتب: هات الكتب المقررة على هذا الصف من صفوف الدراسة في الأزهر. فما زال الرجل يحضر الكتب ويكومها أكواما أمام الشيخ الشعراوي حتى تكلف والده فيها جنيه كامل في فترة العشرينات، أيام أن كان الجنيه ثروة هائلة. اضطر لبيع الجاموسة، وبيع الجاموسة عند الفلاح مسألة مش سهلة، لأنه على ما يجيب واحدة تانية لازم يحوش كتير. اشتروا مجموعة الكتب ديت، كتب كانت تقيلة، والده أجر عربية حنطور وخدوها لحد ما راحوا البيت. الكتب بتاعها مجلدة وثمنها غالي. فيذكر سيدنا الشيخ الشعراوي أن والده ركب القطار وجلس فيه، ووقف هو على المحطة ينتظر انصراف القطار بوالده، حتى إذا ما كاد القطار ينطلق قال له والده: يا ولدي لا تظن أنك قد خدعت أباك، اوعى تظن انك انت خدعت ابوك، انا عارف انه الكتب اللي انت اشتريتها مش هي مستوى التعليم اللي انت فيه، لكن ما دام ما انت جبتها ربنا ينفعك باللي فيها. فكان سيدنا الشيخ الشعراوي يقول: أظن أن هذه الدعوة في تلك اللحظة من أبي هي السبب في كل ما هيأه الله تعالى لي من علم ومعرفة بعد ذلك. وده كان الموقف الفارق اللي تقدر تقول من هذه الساعة أصبح الشيخ الشعراوي قلبا وقالبا ضمن الأزهر، وحط في دماغه إن هيطلع شيخ وياخد العالمية ويكون أزهري. إبان لحظة كانت مصر تنتفض فيها في وجه الاستعمار الإنجليزي، كان أهل قرية دقادوس حاضرين في ذاك الكفاح، نافين عن أنفسهم عار الخيانة التي قام بها قديما أحد أبناء القرية لأحمد عرابي، القائد العسكري خنفس، وتسببه في هزيمة المصريين في معركة التل الكبير. إرث وطني كان على الشعراوي أن يحمله خلف ظهره وهو في الطريق إلى معهد الزقازيق. هبت ثورة 19 والشيخ الشعراوي في مقتبل العمر في سن 8 من عمره، فتفتحت عينه في تلك الفترة من عمره على حركة شعبية وطنية جارفة، على حراك وطني هائل. لم يكن الشيخ الشعراوي بعيدا عن المزاج العام داخل الحالة المصرية، فأغلب الأزهريين كانوا منضمين للحركة الوطنية، لأن مصر كانت بتشهد قضية استقلال في تلك الفترة، والشيخ الشعراوي لم يكن بعيدا عن هذا الأمر، فأغلب جهوده كانت مرتبطة بالمسألة الوطنية. كنت أجد الشيخ الشعراوي يشترك معنا في المظاهرات ويحمله الطلبة على الأعناق ويهتف معنا بسقوط الإنجليز وبسقوط الاستعمار. قال قصيدة ضد الملك أو ضد الاستعمار، وكان ليها تأثير إن هو اتحاكم فيها وحبس. الشيخ الشعراوي هرب من قبضة الشرطة
فاضطر رجال الشرطة للقبض على والده وأخوه في دقدوس حتى يضغطوا عليه ليسلم نفسه. عام 1937 أنهى الشعراوي الدراسة الثانوية في معهد الزقازيق، فانتقل إلى القاهرة للالتحاق بكلية اللغة العربية في جامعة الأزهر الشريف. صادف الانتقال إلى القاهرة انتقالاً آخر لرجل قدم من الإسماعيلية باحثاً عن أفق جديد لجماعته التي أسسها في الإسماعيلية منذ أعوام عدة. ذاك الرجل كان اسمه حسن البنا. عرف الشيخ حسن البنا ولازمه فترة طويلة وتأثر به تأثراً كبيراً، ورأى في الشيخ حسن البنا نموذجاً مخلصاً حاراً في خطابه، نابضاً ممتلئاً بالهمة والرغبة في خدمة الدين. تعرف بالشهيد الإمام حسن البنا في القاهرة وانضم معه هو والشيخ البقوري، وكتب بخط يده أول بيان بإعلان إنشاء جماعة الإخوان المسلمين. كان أول إعلان أو منشور أو بيان يصدر باسم جماعة الإخوان المسلمين من إنشاء قلم الشيخ الشعراوي رحمه الله، وعرض ساعتها على الشيخ الباقوري فأثنى على هذا البيان ثناء عظيما، وعرض على الشيخ حسن البنا فسر به سرورا بالغا. انضمامه لجماعة الإخوان المسلمين هو أستطيع أن أصفه بأنه نوع من الارتباط بالشيخ حسن البنا. هناك الكثير من علماء ومن مفكرين ومن شخصيات عامة كانت مرتبطة بدوائر ارتباط بحسن البنا الذي يستطيع أن يصنع روابط ويصنع علاقات، وكان ماهر في هذا الأمر، فكان له روابطه الشخصية بالإضافة إلى الجامعة. فالشيخ الشعراوي كان من هذا النوع المرتبط بالشيخ حسن البنا بأفكاره بشخصه، لكن كان ارتباطه السياسي الحقيقي للوفد. في تلك الفترة كان الشيخ الشعراوي يجمع ما بين الانتمائين دون أدنى تصادم، فهو وفدي إخواني. الشيخ الشعراوي كان من العدد القليل جدا الأول الذي انضم للإخوان، وكان يمكن لو أنه صار معهم أن يكون كالشيخ الغزالي أو الشيخ القرضاوي أو حتى يمكن أكثر من كده. ولكن في أول نزاع أو صراع ما بين الإخوان والوفد ترك الشعراوي الإخوان وانضم إلى الوفد. كشان العديد من المصريين في ذاك الوقت، كان الشعراوي عاشقا لحزب الوفد، فلم يعجبه كثيرا الخلافات التي بدت بوادرها بين الحزب وجماعة الإخوان، فقرر الانفصال عن الإخوان عام 1939. كان من المفارقات العجيبة أن الشيخ الشعراوي يترك الإخوان ثم ينضم إلى حزب سياسي كان أقرب للليبرالية في تلك الفترة. كان هذا شيئا غريبا بالنسبة لعلي مزهري. هي ما كانتش تحسب كده عند الشيخ على فكرة، علاقته بالوفد ما لم تكن علاقة بأنه حزب ليبرالي أبدا. والكثير من المصريين، هو كانت الفكرة الأساسية في الوفد الذي الكثير من جماهير الوفد أنه هو حزب الذي يدعو إلى الاستقلال والتحرر الوطني والذي يدعو إلى الدستور. الطبقة الشعبية لجماهير الوفد غالبا كانت طبقة محافظة اجتماعيا ودينيا. ارتبط الشيخ الشعراوي بهذه الحركة الوطنية وتحمس لها، ورأى عن قرب سعد زغلول وزاره، ورأى الجماهير والوفود وهي تأتي إليه للتفاوض والتشاور في الشأن الوطني. ثم انتقل إلى مصطفى النحاس باشا، وكانت تربطه به علاقة حميمة وقوية. كان النحاس باشا تعرض لحادثة اغتيال ونجي منها، ربنا سبحانه وتعالى أراد له النجاة. فجاء الشيخ قال بيتين من الشعر أو مقدمة من النثر كانت قوية جدا. بسم الله نحرس هذا الرجاء، والحمد لله على نعمة هذا الشفاء، والله أكبر لطف حين قدر، وأزاح الغمام عن البدر فأسفر، فبسم الله والحمد لله والله أكبر. تأثر بها النحاس باشا، ومن هذا الوقت تقدر تقول ان بقت في علاقه تمام بين النحاس باشا، وكان حاجه كبيره في الوقت دوت، وبين الشيخ الشعراوي رضي الله عنه. وأتذكر جيدا
أن مصطفى النحاس باشا وهو رئيس الحكومة عندما كان يمر على مدينة طنطا في القطار يقف القطار في محطة طنطا ويسأل أين الشعراوي؟ تخرج الشعراوي في كلية اللغة العربية، وحصل بعدها على إجازة للتدريس في الأزهر الشريف، ليعين في عام 1943 معلماً في معهد طنطا الأزهري. في طنطا مرت السنوات سريعاً، وبدأ ضيق ذات اليد يلاحق الشعراوي بعد زواج مبكر وأبناء أتوا سريعاً. وصلت الأنباء إلى الشيخ حمروش شيخ الأزهر الشريف، فأراد أن يساعد الشعراوي بإرساله في بعثة إعارة إلى السعودية للتدريس في كلية الشريعة التي افتتحت جديداً آنذاك في مكة المكرمة. اختير في بعثة الأزهر عام 1950 ميلادية ليكونوا أول مدرسين في كلية الشريعة بمكة المكرمة، ولم يكن هناك جامعة في السعودية على الإطلاق. الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى كان مؤثراً حيثما وجد، ولما أن نزل إلى المملكة العربية السعودية حظي بالتقدير الكامل والكبير بين العلماء في المملكة العربية السعودية. مرحبا بكم أيها الإخوة، ويسرني أن أرحب باسمكم بالعلامة الذي أحببتموه، صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ محمد متولي شعراوي. يعني حب عدد كبير من العائلة المالكة السعودية للشيخ، لأن بعض أبنائهم وبعض أصهرهم وبعض أصدقائهم كانوا من تلامذة الشيخ الشعراوي، أو حكى لهم البعض عن هذا الرجل إنه هو شديد في الحق، وبخاصة في مسألة نقل مقام سيدنا إبراهيم. بعض العلماء هناك قال لك عشان نعمل توسعة للحرم إن هو الطائفين لما بيجوا ويلفوا ويجوا عند مع الحتة اللي فيها مقام سيدنا إبراهيم بيتزحموا وبتضيق الهو، فقال لك نشيل مقام إبراهيم. كان بيعمل عمرة معاه ابنه عبد الرحيم ومعاه والدته ست حبيبة، لقى غرفة ضخمة بجوار الكعبة بتبنى وبعيدة عن المكان اللي فيه المقام، فلما سأل قالوا له لا، هننقل المقام إليها عشان نوسع المطاف للناس. فهو الشيخ قال لعبد الرحيم هدومك انت وستك وهدومي ما تشيلهاش من الشنط. كان عنده الادله ان مش عايز يحرك المقام من مكانه ده، فعمل برقيه، وبرقيه طويله بيقول لي خدت يمكن غالبيه مرتبه وبعتها للملك، وبعدين الملك طلب ان هم يدرسوا الموضوع تاني معاه، واستقروا على الوضع الحالي اللي موجود دوت، ان مقام ابراهيم يفضل في مكانه بس بحجم صغير اللي هو الحجم الفانوس اللي موجود فيه ده، ويكون فيه زجاج عشان تستطيع الناس هي تشوف منه مقام ابراهيم عشان فيه ايات بينات. في يوليو من عام 1952 وأثناء وجود الشعراوي في المملكة السعودية، خرجت الدبابات من ثكناتها، حاصرت القصر وأبعدت الملك. تحمس الشعراوي كشأن الكثيرين للثورة المصرية، لكن سرعان ما تغيرت أمور جعلت مشاعره نحو الثورة تفتر سريعا. علاقته بثورة يوليو يبدو أنها كانت علاقة باهتة، شعر أنه شخص وفدي، وأن حزب الوفد قد طويت صفحته أو كادت، وأن مقاليد البلاد سلمت إلى تيار ثوري جديد لا يعرف معالمه. لا نستطيع أن نفصل علاقة الشيخ الشعراوي بثورة يوليو دون أن ننظر علاقة ثورة يوليو بالأزهر، ودون أن نفصل علاقة يوليو بالملف الديني العام، ودون أن نفصل علاقة يوليو بالحركات الدينية والإسلامية، واستنفار العلماء للكتابة في الاشتراكية واشتراكية الإسلام وما إلى ذلك. أضف إلى ذلك هو كان على علاقة جيدة بحركة الإخوان المسلمين وبحزب الوفد، وكلا الحركتين ضرب في عصر عبد الناصر. كان الاحتقان بين النظامين المصري والسعودي قد وصل ذروته. هل الإسلام قال إن تكون في عيلة تسود والشعب كله عبيد؟
فقرر عبد الناصر سحب بعثة الأزهر من السعودية، فعاد الشعراوي إلى مصر عام 1963. عين الشعراوي بعد عودته مديراً لمكتب شيخ الأزهر الشيخ حسن مأمون، ومن جديد وجد الشعراوي نفسه في المناخ ذاته الذي ضاق به من قبل، فاستغل ذهاب بعثة التعريب إلى الجزائر فوجد لنفسه موقعاً بين أفرادها. اختاروا الشيخ الشعراوي، والشيخ الشعراوي تخصصه اصلا لغه عربيه، رئيس للبعثه التعريب اللي هتروح الجزائر عشان احياء اللغه العربيه من جديد. التقى رجل محبب الى اهل الجزائر وبخاصه منطقه اسمها تلمسان، اسمه الشيخ محمد بالقايد. لهم طريقه صوفيه علميه اسمها الطريقه الهبريه. وجود الشيخ الشعراوي في الجزائر وعلاقته بالشيخ بالقايد، ونقدر نقول أن هناك مرحلة جديدة في حياة الشيخ الشعراوي تبلورت، ونقلة أخرى للشعراوي بدأت عندما انفتح على تجارب روحية ومدرسة كبيرة هي مدرسة الشيخ بالقايد. فهذه المرحلة ولد شعراوي جديد، بدأت بهذه اللحظة تدشين مرحلة جديدة من الشيخ الشعراوي اللي كان سببها علاقته بالشيخ بالقايد، وبدأت تنمو النزعة الروحية ونزعة التصوف، والتفت إلى القرآن الكريم وإلى تجليات القرآن الكريم. هناك جزءاً من الشخصية يستقي معارفه وعلومه الذوقية والعرفانية التي ربما سميت بالتصوف وربما سميت بالتزكية وربما سميت بمنظومة الأخلاق. هذا المكون مكون أصلي في المنهج الأزهري الذي تربى عليه الشيخ الشعراوي ونشأ عليه في أحضان علماء الأزهر طوال عمره. لقاء الشيخ الشعراوي مع الشيخ بالقايد في الجزائر كان لقاء مهما، فالطريقة الهبرية في الجزائر كانت طريقة سنية لم تتجاوز مرحلة السنية إلى مرحلة البدعة. وجد في الشيخ محمد بالقايد ملمحا من الجلال والربانية أثر في نفسه كثيرا، فانجذب إليه ولزمه فترة طويلة، وألف فيه قصيدة من روائع قصائد الشيخ الشعراوي رحمه الله، يقول فيها: طوفت في شرق البلاد وغربها وبحثت جهدي عن إمام رائد أشفي به ظمأ لغيب حقيقة وأهيم منه في جلال مشاهدي، فهداني الوهاب جل جلاله حتى وجدت بتلمسان مقاصدي، واليوم آخذ نورها عن شيخنا محيي الطريق محمد بالقائد. استمرت المعرفة الطيبة إلى وفاة الشيخ بالقايد قبل الشيخ الشعراوي بفترة قليلة. صباح 5 من يونيو من عام 67 دك الطيران الإسرائيلي المطارات العربية. أوجعت الهزيمة قلوب العالم الإسلامي أجمع، لكن الشعراوي كان له رأي آخر في ذلك الحين. لما كان في الجزائر في 67 وحدث الموقف طبعا بعد هزيمة 67، هو السؤال المشروع: كيف لعالم ورجل دعوة بهذه المكانة أن يسجد سجدة شكر في موقف هو نكسة للعرب وللمسلمين؟ لما حصلت نكسة يونيو البعض ادعى أن الشيخ الشعراوي فرح لذلك لأنه كان يكره عبد الناصر. طب من قال لكم أنه كان يكره عبد الناصر؟ أنا الحقيقة هذا الموقف يعني أثر فيا كتير، واعتقدت أنه موقف غير وطني على الإطلاق من الشيخ الشعراوي، وخاصة أنه مات في هذه الحرب آلاف من الجنود والفلاحين البسطاء اللي ما يعرفوش يعني إيه الشيوعية ولا يعني إيه ماركسية ولا ربما يعني إيه النظام السياسي اللي هم بيعملوا فيه، ولكن بيحاربوا في سبيل بلدهم وحرية بلدهم. اتهام الشيخ الشعراوي بأن هذه السجدة موقف غير وطني هذا رأي مجافي للحقيقة، ويحمل اتهامات غير مبررة وغير لائقة بحق الشيخ. فالموقف لابد أن نحمله على رؤية رجل الدين عندما ينظر إلى الأحداث السياسية، فدائما رجل الدين ينظر إلى موقع الدين داخل المجتمعات وداخل الدولة. ربما قرأ هذا الحدث بأن ظاهره فيه عذاب ولكنه باطنه فيه رحمة. عذاب أننا استعمرت
الأراضي المصرية والعربية، ورحمة لأنه انكسار للمشروع الاشتراكي داخل مصر. هذا هو تأويله وهذا هو تفسيره. في حقيقة الحال وفي ناس عملوا عليه حملة شعواء في هذا، ولكن أنا مقدر موقفه، لأن إذا كنا إحنا قد هزمنا هذه الهزيمة الشنيعة المخزية، وبعدين تتمسك الناس بالرجل المسؤول عن هذه الهزيمة، لو إن أنت انتصرت كان الناس حتى هي موقفه إيه؟ كان يستعبد الناس ولا الناس كانوا يعبدوه؟ أنني فرحت أننا لم ننتصر ونحن في أحضان الشيوعية، لأننا لو نصرنا ونحن في أحضان الشيوعية لأصيبنا بفتنة في ديننا. هو كان مرة قال لي إذا ربنا سبحانه وتعالى حاسب جمال عبد الناصر هيحاسبه على الكاريزما العظيمة اللي اداها له، إن لو استغلها لصالح الإسلام كان يستطيع أن يوحد الأمة الإسلامية عن بكرة أبيها. عام 73 وبينما كان الشعراوي قد جاوز 60 من العمر، كان اللقاء بينه وبين الإعلامي أحمد فراج عن طريق صديقهما المشترك محمود جامع. لقاء سيغير كثيرا في حياة الشعراوي، وسيفتح لرجل لم يكن معروفا لدى الكثيرين آفاقا تتجاوز حتى حدود الخيال. أحمد فراج عليه رحمة الله التقى بالشيخ الشعراوي في التلفزيون السعودي، لا بيقول درس هناك، فأعجب بيه وقال له ده محمود جامع كلمني وكذا، ورجع بقى كان بقى أول حلقة كانت عن الإسراء والمعراج، وكانت حلقة ناجحة جدا. جاء هذا البروز الكبير والانتشار الواسع في مرحلة متأخرة من عمر الشيخ رحمه الله، ما بعد 60 من العمر، ويرجع هذا في الحقيقة إلى عدة أسباب. أولها أنه قضى ما يزيد على 25 سنة من عمره خارج مصر. بدأ الشيخ الشعراوي نجمه يلمع مع بدايات ظهوره مع برنامج نور على نور مع أحمد فراج في مرحلة السبعينات، وهذه المرحلة التي بدأت تظهر فيها فكرة الخطيب الكاريزما، والخطيب الكاريزما الذي يستطيع أن يخاطب الجماهير بالنصوص الدينية ويستطيع أن يقربها ويبسطها للناس. الشيخ الشعراوي أفكاره وآراءه لم تتوقف عن ضخ الرجعية، يعني في ضخ التفكير السلفي المغموس حتى كمان في حتة وهابية كده من فترة بقائه في السعودية. لم يكن الشيخ الشعراوي سلفيا بالمعنى السلفي المعاصر. الشيخ الشعراوي كان يعني في مدرسة مختلفة تماما عن مدرسة أهل الحديث اللي هي المكون المركزي للمدرسة السلفية. والشيخ الشعراوي كان صوفيا، كان أشعريا أزهريا، وهذه الثلاثية تصطدم تماما مع فكرة التكوين السلفي. الشيخ الشعراوي كان عنده إدراك أن هناك تحركا في المركزية من القرآن الكريم إلى السنة النبوية، ولذلك قام الشيخ عليه رحمة الله بالرد على هذا الأمر ردا عمليا بإعادة المركزية مرة أخرى إلى القرآن الكريم. أدرك أن هناك طبيعة معينة لهذا العصر تستدعي تجديدا في معرفة الناس بالقرآن الكريم وهديه وتصوراته الكاملة عن قضايا الكون والإنسانية والحياة والتشريع والقيم. كان على وعي بأسرار اللغة وعلى وعي بمفردات اللغة، وكان له حسه الذوقي والشاعري، وكان له حسه الوجدان العالي، ومع هذا الوعي اللغوي الكبير كان يستطيع أن يبسط. نعم، يعني معناه اطمئن فإنه لو نظر أحدهم تحت قدميه لا يرانا. إزاي؟ قال لك لأن في معية الله، وما دام نحن في معية الله والله لا تدركه الأبصار، فكيف تدركنا الأبصار؟ الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. الشيخ الشعراوي هو صاحب أول وأهم تفسير تلفزيوني للقرآن الكريم، والحقيقة أن الشيخ كان بيفهم طبيعة الوسيط فهما جيدا، ولذلك تعامل مع الجمهور تعامل واعي، وحاول أن يربط التفسير بالواقع المعاش للمشاهد. ده كان في ظاهرة للشيخ الصوتي، فهو الشيخ عبد الحميد كشك بس، وده ظاهرة يعني جسدها انتشار الكاسيت. لما كان الكاسيت هو الوسيط
الاكثر انتشارا والاهم و يبقى هنا الشيخ عبد الحميد كشك. لما التلفزيون اللي هو الاداء الحركي وتعبيرات الوش، تعبيرات الايدين، الايماءات، كل ده يكسب هنا الشيخ الشعراوي. قادرا على استعمال لغة الجسد، حركته ولفتاته وحركة يده ونبر صوته وتعبير وجهه، وكانت أمرا لافتا للنظر. ليه؟ لأنك ساعة استنبته ذكرت المنبت. ما دام ساعة استنبته ذكرت المنبت يبقى يفضل في الحضانة على طول كده. إنما لما تنسى المنبت يقول لك خليه بقى للتيارات الثانية. ذكر نوعا من الأداء أستطيع أن أسميه مسرحة الأداء. أداء المسرحي، مش أداء المسرحي بالمعنى السلبي، لا، الأداء اللي هو بيسموه البادي لانجوج، القدرات التعبيرية، الحركة، الإيماءة، الهمهمة، إثارة الأسئلة، ثم انتظار الإجابة، ثم التكرار، ثم يتحدث مع الناس، ثم ينتظر من الناس الإجابة، ثم يلقي بالمفاجأة فيكبر الناس ويهمهمون، في جو تعبيري وجو كاريزماتي عجيب ومبهر. يفقد كثيرا جدا من قدراته لو ما فيش جمهور. ليه؟ لأنه هو ملكة التواصل هي اللي بتحفز كل خلاياه. ملكة التواصل. في مدرس بيدرس لحيطة ما ينفعش، لما تحط له قدامه يعني طلبة يشتعل حماسا. وأن أحترم الدستور والقانون. كان السادات في ذلك الوقت يعبث في قواعد اللعبة السياسية في مصر. أزاح وجوها عن المشهد وأتى بآخرين من غياهب النسيان. صباح أحد أيام نوفمبر من عام 1976 تلقى الشعراوي هاتفا من رئيس الوزراء ممدوح سالم يخبره بأنه قد تم اختياره ليكون وزيرا للأوقاف. السادات كان يريد أن يبحث لنفسه عن مشروعية تميزه عن مشروعية سلفه الكبير، فلقى في فكرة الإسلام السياسي الهجين البسيط الذي لا يناهض سلطة الحاكم، الحقيقة لقى في ضلته. وكان الشيخ الشعراوي أهم دعاته. الإسلام دين ودولة، نعم. السادات أراد أن يصلح ما أخطأه عبد الناصر، وبدأ فعلا شيئا فشيئا يعيد الأمور إلى المبادئ الطبيعية والقواعد الطبيعية. المكالمة طويلة بين الأستاذ ممدوح سالم رحمه الله والشيخ الشعراوي رحمه الله، وإن إحنا نسعد أن تكون معنا في الوزارة. فقال لي أنا مش عارف والله السادات أصر ياخدني ليه، هم قالوا لي بس يعني ما. فقلت له والله غالب الأمر إن هو يريد أن يضفي طابعا جديدا على نظام الحكم، أنه ليس في حالة خصام مع الإسلام ككل. لعب دور أساسي في تدعيم سلطة السادات، ومن هنا كانت مكافئته بتوليته وزارة الأوقاف، اللي أيضا يعني استخدمها كمنبر لنشر أفكاره الدينية. يمكن أن يكون في النفس شيء وطموح نحو السلطة، وهو لا يوجد إنسان مهما كان عالما أو زاهدا لم تراوده هذه الأمور يعني. لكن الشعراوي اكتشف سريعا أن مقامه الحقيقي ليس في الوزارة، بل مقامه الحقيقي بين الجماهير. فوجئ بعد أن تولى مقاليد الوزارة بكم من هائل من القيود والأغلال التي كانت تحد يده عن أن ينطلق كما كان يؤمل في خدمة الشرع الشريف. فوجئ بصدام هائل مع توفيق عويضة في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وكان رجلا صاحب نفوذ ويمثل مركز قوى، وقد تسبب في خلع وزراء أوقاف سابقين قبل سيدنا الشيخ الشعراوي، وكان يمثل فسادا ماليا وإداريا عريضا. كان في هيئة اسمها هيئة الأوقاف، وكان فيها واحد اسمه عويضة مركز مراكز القوة، ما حدش يقدر عليه. يعني كان هو أقوى من الوزراء السابقين، وكان ينصحوا الشيخ يقول له اوعى تقرب من ده،
تصدى ليه وتوجه له، وفعلا لقى ان هو مركز قوه وان في ضغوط شديده جايه من عليه، لدرجه ان هو راح في مجلس الشعب وعملوا له طلب احاطه واستجواب في مجلس الشعب، وراح في مجلس الشعب وايد مجلس الشعب في الاستجواب ضد نفسه. في يوم من الأيام حصل أقدر أقول خلاف فيما طلبته سيدة مصر الأولى وقتها جيهان منه، كنوع عاوزة نوع من التأييد لما توده من قانون الأحوال الشخصية كما تراه. قانون الأحوال الشخصية كانت مصرة السيدة جيهان لا تمرروا بأي طريقة، واتفقت مع بعض عضوات في مجلس الشعب وأعضاء، وأصر الشعراوي قال لا يمكن لأن ده مخالف للشريعة الإسلامية. السادات قال له امال حينما يقال اطيعوا الله والرسول واولي الامر منكم، واولي الامر يبقى هو طبعا. فقال له رد عليه او علق الا في معصيه الله. السلام عليكم ورحمة الله، والسلام لنا جميعا بإذن الله. السلام لنا جميعا على الأرض العربية وفي إسرائيل. زيارة للقدس واتفاق سلام منفرد مع العدو الصهيوني خطوة أثارت عاصفة استنكار عربيا وإسلاميا. ورغم ذاك الاستهجان إلا أن الشعراوي بدا في وقتها صامتا أو راضيا، فلم يصدر عنه ما اعتبر وقتها تأييدا أو معارضة. موقف الشيخ الشعراوي من كامب ديفيد كان موقف عالم الدين التقليدي، فهو لجأ الشيخ الشعراوي لأمرين مهمين. الأمر الأول أنه بدأ يقوم بعملية هز للاستناد الشرعي الذي استند عليه بعض علماء الدين في تبرير اتفاقية كامب ديفيد. لا، ما ياخدوش من الاسلام الا واطيعوا واولي الامر، اطيعوا اولي الامر. طب ما تشوف اطيعوا الله الاول واطيعوا الرسول. اشمعنى دي؟ يعني اشمعنى دي اللي باينه قوي عندك؟ اشمعنى دي اللي باينه عندك؟ ليه؟ كل ما يجي يقول لك واولي الامر واطيعوا يا شيخ قول له كمان افهم، الله لم يجعل لولي الامر طاعه مستقله. الموقف الثاني للشيخ الشعراوي في رده في نقده غير الصريح على اتفاقية كامب ديفيد انه اخذ يعدد الصفات السلبية لليهود في خلال تفسيره للقرآن الكريم، خاصة عندما تعرض لسورة البقرة وسورة المائدة، حتى ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بيجن طلب من السادات وقف هذه الحلقات للشيخ الشعراوي لانها تحمل نوعا من عدم التطبيق مع اسرائيل. الذي يدعو الى ايمانية معينة والى صوت الحق وعودة الحق الفلسطيني إلى أهله والقدس ومكانة القدس، كل دي حاجات طبعا لا تسعد المتطرف الإسرائيلي. لحد أن إسرائيل طلبت رسم من السادات أن يوقف تسجيلات الشيخ شعراوي، خاصة لأنه بيعرض باليهود في سورة البقرة والإسراء والحاجات دي. وراح الكلام ده عند التلفزيون من ورا السادات ونفذوه ومنعوا تسجيلاته، لغايه ما عثمان احمد عثمان راح للسادات وقال ورجعه تاني. فوجئ الشيخ بالرئيس السادات رحمه الله بيقول له: يا شيخ شعراوي انت حاطط كرسي جنب الباب في الوزاره وما بتقعدش على كرسي المكتب؟ قال له: ايوه صحيح. مين اللي بلغ؟ قال له: بلغوني. ليه؟ قال له: عشان لما تحبوا تطردوني يبقى الباب قريب. واخش عليه في المكتب الاقيه قاعد على الارض وحاطط الاوراق بتاع البوسطه على الارض، ويركب جنب السواق ومش عايز منظر الوزاره ولا المظاهر بتاعتها. الشيخ استمر في الوزاره فتره قرابه السنه وبعدين طلب اعفائه. فلما الرئيس السادات رحمه الله رفض، طلب تاني
فالسادات في اخر مره ضحك وقال له انتظر يا شيخ شعراوي، خليك لغايه ما الوزاره كلها تمشي، وقد كان. كان الرئيس السادات يخطب في مجلس الشعب. بتوع الجماعه دي اللي بره وراه بيقولوا له قولوا ما تخافش. هاجم الشيخ محلاوي منبر ولا توقفك الحكومه، وقال مرمي في السجن زي الكلب. فانتفض الشيخ شعراوي وقام من فوره إلى سماعة التليفون وطلب مكتب التلغراف وقال له خذ مني البرقية دي: السيد الرئيس أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية، إن الأزهر الشريف لا يخرج كلابا ولكنه يخرج دعاة أفاضل وعلماء أجلاء. كيف يعرف الإنسان أنه من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة؟ أنا عايز مقياس كده تقول لي عليه. كانت شعبية الشعراوي تتزايد عاما بعد آخر، وبدا صيته يجاوز الآفاق، عالما يفسر القرآن بأسلوب سهل وبسيط وميسر لم يعهده الناس من قبل، يجذب الألباب قبل الأسماع، ويأسر نفوس السامعين بالمزج بين تفاصيل حياة الناس اليومية وتفسير المعاني القرآنية. لكن الشعراوي وإن كان قد أجمع عليه الشارع المصري والعالم الإسلامي، فإن هذا الإجماع لم يتحقق له أبدا بين نخبة من أدباء ومثقفين سرعان ما اصطدمت به. خاض عدد من المعارك، كان أشهر هذه المعارك لأنها كانت معركة أخذ ورد ما بينه وبين توفيق الحكيم. توفيق الحكيم كتب مجموعة من المقالات في الأهرام، كان بيكتب يوم الاثنين حديث مع الله، وقال أنني سوف أحدث الله سبحانه وتعالى طبعا، وأنه ربنا حيرد علي. طبعا هذا الكلام استفز الشيخ الشعراوي فنشر في اللواء الإسلامي أنه يعني مثل هذا الكلام هو كلام زائر وضال ويتهم صاحبه بالضلال، كيف يتحدث الإنسان مع الله. فبدأ حواره مع توفيق الحكيم مطالبا إياه أن يغير هذا العنوان وأن يغير الفكرة والفلسفة التي بنى عليها عنوانه هذا. وانضم إلى النقاش في تلك الفترة الشيخ موسى شاهين لاشين والدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ والدكتور أحمد عمر هاشم، فكانت معركة من كبريات المعارك الفكرية والثقافية في مصر في تلك الفترة. اعتذر إلى حد كبير توفيق الحكيم بأنه كان يقصد أنه رمزيا وليس واقعيا أن ربنا تحدث إليه، وعدل مقالاته بعد كده يمكن مقالتين بعديهم بعنوان حديث إلى الله، وانتهت المعركة عند هذا الحد. الكاتب يوسف إدريس هاجم الشيخ الشعراوي هجوما بالغا في كتاب اسمه فقر الفكر وفكر الفقر، واحتد في حق سيدنا الشيخ الشعراوي. وصف الشيخ الشعراوي بأنه راسبوتين وممثل نصف موهوب، وأنه يجيد استخدام ملامحه وحواجبه وإيديه. كانت حالة الهجوم متبادلة، يعني ما كانش في طرف هو الذي يقدم الهجوم أو يفعل أو يهاجم وطرف آخر مستكين. الطرفين كانوا في حالة صراع وحالة تربص وحالة انتزاع، وربما هذا الصراع يوضح مدى إيمان الجماعة المصرية أو الجماعة السياسية أو الجماعة النخبة بفكرة الحرية والتعددية. كتير من منتج الشعراوي الفكري كان محل نقد وجهة نظري على الأقل، وكان الكلام لو قريته دلوقتي تكتشف أنه يعني حد بيناقش يعني، لكن لأنه أنا كنت شاب صغير قوي وقتها، فرأى أنه كان بحالة من القداسة أو التقدير اللي وصل درجة القداسة وجماهيرية النجم. يعني انت ما فيش ناقد رياضي يعرف يهاجم ابو تريكه في عزه، فما بالك بقى لما بتنتقد شيخ كبير وقدير وشهير زي الشيخ الشعراوي. فكان في معاناه في نقده بطبيعه الحال. وكانت النتيجه انه صارت سائره الناس على يوسف، لانه هو حتى كمان من وجهه نظري انا شخصيا انه كلام غير لائق، فاعتذر ايضا يوسف ادريس. احتك بمشاهير كتير واحتك بناس في مواقع كتير غير جيدة، لكن لم يتعامل مع أي منهم إلا ونال حبهم. أنا احتكيت بناس كتير يقول لي أنا نقطة تغيري في الحياة لقاء مع الشيخ الشعراوي عاملني فيه برحمة. طبعا استخدامه رحمه الله لأسلوب الرقة والرفق واللين دون الغلظة والتكشيرة
وكان له أثر أكيد معانا، يعني أكيد مع إخواتي، مع محمد، مع زوجته. الشيخ الشعراوي كان يمتلك ذكاء اجتماعي أنا بقول إنه نادر، لأنه كان بيتعامل مع طبقات مختلفة عالية وصغرى، فنانين وسياسيين وعلماء دين وشباب ونساء وطبقات مختلفة، وكان بيعرف يتعامل مع كل طبقة دون أن يشعروا أنه هو غريب عليهم. الإمام متولي الشعراوي لما كنت تروح له وتعرض عليه واحد جاي يقول له أنا أعمل إيه، أو أنا أتوب إلى الله إزاي، أو أنا أستغفر ربنا إزاي، وكان سبحان الله الولاد أو الشباب أو الناس اللي كان بيروحوا مجرد ما يستمعوا ويلتقوا بالشيخ الشعراوي كان له تأثير عجيب. خلي بالك هو كان فاهم دنيا، يعني هو ما كانش منعزل عن حياة الناس، ففاهم كيف يحيا الإنسان، وبالتالي لما بيتعامل مع الطبقات المختلفة بيوجههم ويفاجئوا إن هو فاهم تفاصيل حياتهم. لأن أنا كما قلت من مميزاته إنه رجل شعبي، جاي من الشعب، مش جاي من مش درس في الأزهر في برج عاجي أو أغلق على نفسه وبعدين لقى نفسه بيقول كلام للدين وما احتكش بالواقع. هو مدرك الواقع بأبعاده. كل دون خلى تأثرهم بيه يوازي تأثرهم بكلامه. بدت المعارك في تلك الفترة وكأنها صارت قدرا للشيخ الشعراوي، بعضها كان باختيار شخصي له للتصدي لآراء مخالفة، وبعض آخر منها كان رغما عنه. التباس في المواقف تحول سريعا إلى احتقان شديد واضطراب صنع حالة من الغضب بين أبناء مصر المسيحيين تجاه الشيخ الشعراوي. كان في نوع من عدم الراحة يعني في العلاقات، يعني كان فضيلته كان يفسر العقيدة المسيحية بطريقة احنا لا نقبل، فكان لابد قداسة البابا يرد. العملية دخلت في تفسيرات أفهم جيدا أنها يعني لم تسعد إطلاقا، بل أغضبت إخوتنا أقباط مصر. فحصلت نوع من الحساسية أو الجفوة بينه وبين الكنيسة، إلى أن مرض الشيخ الشعراوي وذهب إلى لندن في العلاج، وفوجئ أن البابا شنودة قد أعطى تعليماته للأطباء الأقباط في لندن بأن يرعوا الإمام كما لو كان هو شخص البابا شنودة. تأثر الشيخ الشعراوي تماما من هذه اللفتة الكريمة، وعندما عاد يعني التقى بالبابا شنودة لقاء حافلا يعتبر لقاء تاريخي في الكاتدرائية. لا تتخيل وإحنا داخلين إلى جنينة الكاتدرائية لم أرى وجه أقباط مصر بهذه السعادة وهم يروا الشيخ الشعراوي بقدره ومقامه يأتي بنفسه وليزور قداسة البابا. أول ما شاف فضيلة الشيخ قداسة البابا قال له يا سيدي فضلك وفضل أولادك طوق عنقنا. هذا اللقاء أمثولة لغيرنا في أن يلتقوا إن شاء الله، لأن المهم ليس لقاء الأفراد بقدر ما هو التقاء الرموز. حسم الخلاف برد واحد خد أقل من دقيقة ونص، قال لهم حينما نتكلم عن نقاط اللقاء بيننا أي بيني وبين قداسة البابا لن يبقى من الوقت لنتكلم عن نقاط الخلاف. كان الحوار فيما اتسع لنا فمرحبا به، وإن كان الحوار فيما يؤجج فروعا نختلف فيها فما أغنانا عنه. في ظل الحرب الضروس التي شنها مبارك على كل القوى السياسية المعادية ليه من يسار ومن ليبراليين ومن قوميين، وبالتالي يعني تمهد الطريق أمام الشيخ الشعراوي لكي يظل يلعب دوره الكبير إلى أن توفاه الله. تكوينه الصوفي والريفي والأزهري، هذا التكوين يجعله في موضع قريب من السلطة وإن لم يكن ملتحم مع السلطة، هو قريب، ويبلور ويفلسف هذا القرب بأن هذا القرب يمكنه من خدمة مشروعه ومن خدمة أفكاره. وإني يا سيادة الرئيس أقف على عتبة دنياي لأستقبل أجل الله، فلن أختم حياتي بنفاق
ولن أبرز عن ثريتي باجتراء. بنتكلم على رجل فضل طول عمره يعني موظف لدى الدولة بشكل أو بآخر، سواء أوقاف أو وزير أو كشيخ، حتى شيخ مرتبط بالجهاز التلفزيوني الحكومي وبالحالة الحكومية وبالدولة، وأتصور أنه لم يضبط معارضا. إذا كنت قدرنا فليوفقك الله، وإذا كنا قدرك فليعنك الله على أن تتحمل. حط ايده على كتفه، يا ترى بقى ده يعني تطاول ولا ده جرأة ولا ده ايه؟ واللي قال له لو كنا قدرك أعانك الله وكنت قدرنا، مش التعبير الشهير اللي أكيد هتلجأ إليه في فيلمك ده، لكن في النهاية ما فيش ولا موقف معارض فيه خالص. إذا واحد بيدعو للحاكم من شرا علي أو خيرا علينا. هذه المقولة هي مقولة بلاغية أعجبت الناس، لكن حيرتهم أكثر في تفسيرها. عبارة خطيرة للغاية، لأنه يلمح فيها إلى شيء من عدم الرضا للأوضاع القائمة. يعني ليست مدحا كاملا بقدر ما هي عبارة موضوعية من إمام جليل بحجم الشيخ شعراوي. كان المرض ينال من الشعراوي شيئا فشيئا، وازدادت صحته تدهورا يوما بعد آخر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد. وأجل هو كان عايش بربع رئة، يعني كان في رئة بايظة بنص رئة. تأثر الرئة عند الشيخ كبير من آثار تدخين قديم، ومن إجهاد، ومن نزلات متكررة أيضا، ومع السن، وكان يحتاج دائما لموسعات، ويحتاج لأكسجين أحيانا وهكذا. لكن سبحان الله لما كان يطلب منه التسجيل، فإذا بدأ التسجيل لا يحتاج للأكسجين، وده مسألة غريبة. قال لي: أنت عارف تفسير الجلالين سموه جلالين ليه؟ قلت له: ما اعرفش، انا ما كنتش اعرف فعلا. قال لي: عشان جلال الدين السيوطي ما كملش تفسير القرآن، واللي كمله جلال الدين المحلي. قلت له: محلي مين والسيوطي مين؟ اللي اداك العمر اللي انت تفسر 28 جزء، مش هيبخل عليك بالجزئين الاخرانيين دول. وانا شفت في الرؤيا كذا مره اللي انت هتختم القرآن. قال لي: انا ختمت القرآن. وحين أتى مساء 17 من يونيو من عام 1998 كان للروح موعد مع بارئها. مضت الجنازة في شوارع دقادوس تحمل الجثمان. منها أتى الشعراوي فتى صغيرا يسعى لتحصيل العلم، وإليها عاد كما أراده الوالد منذ لحظته الأولى، عالما ومفسرا وإماما لدعاة عصره.